النهاردة عايزة في بداية الحلقة أقول كلمة مهمة قوي قوي. أنتي مدعوة، وفي حياتك ممكن يحصل في أي لحظة turning point أو نقطة تحول، استنيها. النهاردة معانا بسمة. أهلا بيكي يا بسمة. ازيك يا مريان، عاملة ايه؟ أهلا بيكي. بسمة صديقة صدوقة والحلقة دي شبابي خالص خالص وكلها طموح وحاجات جميلة قوي. عشان كده أنا فارق معايا قوي قوي النهاردة نفتح قلبنا كده يا بسمة ونتكلم أهو. علشانك. قلبي اهو. أيوة بسمة، تحبي تقولي لنا حاجة عن نفسك في بداية الوقت قبل ما أسألك أي سؤال؟ اصعب سؤال ممكن يتسأل انت مين او عرفيني عن نفسك، فممكن اقول انا لذيذة وعسل وسكر وشربات واسكندرانية، قشطة. احسن واحدة في الدنيا. انا بسمة من اسكندرية. ممكن اقول ايه؟ يعني ممكن ابص لنفسي من خلال القصة بتاعتي اللي هحكيها النهاردة. I'm a fighter و never give up. منهجي في الحياة بحب الله وبحب الناس، بحب اي حد. كل الناس اللي بشوفها في حياتي انا بحبها جدا. عجبتني قوي أما فايتر، وانتي حلوة وعسل وكل حاجة واسكندرانية، ومعلش بقى حاجة خاصة جدا للاسكندرانية. طيب بسمة، أنا عايزة أحكي حاجة كده عن البالونة الزرقاء. كنت حكيتي لي قصة كده واحنا بنحكي عن قصة البالونة الزرقاء، وأنا عايزة في بداية الوقت كده أقول إن الجملة دي اللي أنا طلعت بيها من القصة: ما تجريش ورا البالونة الزرقاء. إيه هي البالونة الزرقاء يا بسمة في حياتك؟ هي قصتي يعني so far. وأحب أحكي يعني لأني أحب أشهد حقيقي عن ربنا إن هو ليه قصة في حياة كل حد فينا. وأحب أقول إن الله في قصتي وما زال لسه هيكمل في قصتي. بس أنا قصتي بدأت يمكن صعبة شوية. فأنا اتولدت في عيلة مسيحية مؤمنة بتحب الرب جدا 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 ومترابطة قوي. كلهم مؤمنين وخدام. وانا صغيره كنت اصغر بنت، يعني عندي ولدين اكبر مني وانا اصغر بنت، فضلت بابا زي ما انتي عارفه. وجيت بعد 7 سنين غالبا بعد ما اهلي يعني كانوا نفسهم في بنت، فانا اتعلقت ببابايا جدا جدا جدا. وحقيقي اشهد هو كان يسوع بالنسبه لي يعني. بس وانا صغيره اتعلقت بيه، وكنت بشوف ان هو راجل غريب جدا. هو كان بزنس مان عادي جدا، لكن كان بيحب الرب بطريقه very special يعني. فأنا اتعلقت بيه قوي وشفت ربنا من خلاله. يعني عمري ما شفت بابايا دور عليه فين بيصلي إلا وراكع، يعني عمري ما شفت حتى واقف بيصلي. هو ما كانش في خدمة أو أي حاجة، بس هو كانت حياته بتشهد كل يوم عنه. فده خلاني وأنا صغيرة أتفرج عليه، أتفرج على العلاقة دي. وهو في وقت جاله تعب جدا ومبقاش قادر يتكلم، وقال أنا مصدق أن ربنا يعمل معايا معجزة. وأنا طبعا صغيرة عمالة أتفرج، معجزة إيه؟ أنا عايزاك تتكلم. وفعلا في يوم أخدني بعد سنة، ما هو كان واثق مستني ربنا، خدني معاه الاجتماع، وفجأة رحت صوته طلع وهو بيسبح وقال لي كل يوم استني معجزة من أبوكي السماوي. كان دايما يقول لي هو أبوكي. أنا ما كنتش فاهمة أي حاجة، بس كنت بحب بابا وبحب يسوع اللي في بابا، لحد ما هو جاله كانسر. وأنا توقعت إنه يعني نفس الإله اللي شافاه وعمل معجزة ده هيعمل معاه نفس المعجزة. بس هو تعب جدا جدا جدا. بس في وسط كل تعبه أنا كنت بتفرج، هو الراجل ده إزاي كده، ازاي الابتسامة ما بتروحش منه، ازاي شاكر ربنا، ازاي بيحب ربنا وسط كل الألم ده. هو مستسلم كأنه يعني فرحان انه هيقابل حبيبه يعني. بس انا فاكرة اليوم ده قعدت اقول طيب بابا بيعمل ايه؟ انا شفت بابا بيركع ويصلي. فقلت خلاص، انا مامتي قالت لي بعد المدرسة هي هتيجي تاخدني ونروح لبابا المستشفى يعني. فقلت خلاص، وكنت متأكدة ان هو راجع معايا، ما كانش عندي شك خالص. فكنت رايحة المدرسة متحمسة جدا جدا وعايزة المدرسة تخلص، لأني ما عنديش شك إن هو مش راجع البيت معايا. وأنا في المدرسة وقاعدة مستنية، دخلت المدرسة بتاعتي قالت لي بسمة أنا آسفة جدا، سمعت إن باباكي توفى. فأنا طبعا كنت في 5 ابتدائي في وسط الكلاس كله، وأنا أصلا كل يعني رجاء وفرحة وسعادة إني مستنية الوقت يعدي علشان هو رجع معايا البيت. أنا عايزة أروح أركع وأصلي زي ما هو بيعمل، علشان نفس الإله ده اللي عمل معاه معجزة هو كمان يعني هيشفيه ويرجعه معايا. فطبعا لما ده حصل كانت عندي طبعا تروما رهيبة، لكن أخدوني وما كنتش مصدقة. وقعدت أقول لربنا هو أنت مش مستني ليه خلص المدرسة؟ يعني ما كنتش قادرة أفهم كطفلة إنه هو يعني خلاص ده توقيته يعني. لكن كنت حاسة إنه ربنا ما استنانيش. هو ما استنانيش ليه؟ يعني أنا كنت بس عايزة يرجع معايا البيت. انا كنت واثقه انه راجع معايا البيت، بس طبعا فهمت بعدين انه رب كان بيقول لي انه راجع بيته يا بسمه. بس انا طبعا كطفله ما كنتش فاهمه وما كنتش اعرف يعني ايه الله ممكن يكون بيتكلم معانا حتى واحنا صغيرين. فطبعا اخدوني عند بنت خالتي، وانا كنت في وقت صعب جدا جدا، ببكي وبكسر كل حاجه
وفي ألم شديد جدا جدا، ومش مصدقة إنه ليه يا رب، يعني أنا لسه صغيرة، أنا بحب بابا، يعني أنا عايزاه، أنا خد كل حاجة مني، بس أنا عايزة بابا ده، أنا بحبه، أنا لسه صغيرة، أنا كان لسه نفسي أقول بابا، يعني ليه أنت وحش كده؟ أنت مش زي ما هو كان بيقول لي إنه أنت جميل وإن أنت حلو، أنت ما طلعتش ده، فليه بتعمل معايا كده؟ ليه أخدته مني؟ يعني ليه الألم؟ يعني ليه الوجع ده؟ وفاكرة اليوم ده حلمت حلم غريب قوي. حلمت إنه عيد ميلادي وكان في ترابيزة كبيرة جدا في الشارع، كل الناس جابت لي هدايا، بس عمي جاب لي بالونة زرقاء، والبالونة الزرقاء دي أنا مسكت فيها، سبت كل الهدايا وأنا ماسكة فيها ومبسوطة وعمالة أجري، فجأة واحدة طارت من إيدي، فأنا شايفاها وهي عمالة تطير في السماء، وكان في ست، طبعا أنا كنت طفلة فالله بيتعامل معايا بالطفولة يعني، فكنت عارفة إن في واحدة جارتنا يعني ست خارقة للطبيعة بتعمل كل حاجة في الدنيا، فأنا جريت عليها ده جوه الحلم؟ ده جوه الحلم. الست دي خارقة للطبيعة في نظرك جوه الحلم؟ يعني غالبا كنت طالعة من فيلم يعني كرتون، بس يعني ده اللي حصل. لكن انا رحت لها وقلت لها بصي انا عارفه انك بتقدري تعملي اي حاجه وتجيبي اي حاجه في الدنيا، بصي انا مش عايزه ولا اي حاجه من الهدايا دي، انا بس عايزه البالونه الزرقاء دي. راحت بصت لي وقالت لي بس ما انا بحبك جدا، بس هي البالونه طارت، انا مش هينفع اجيبها تاني، لكن انا اوعدك انا هديكي احسن منها بكتير. طبعا انا لما صحيت ما كنتش فاهمه اي حاجه من الحلم، ساعتها كنت الله بيتكلم معايا بطفولتي انه ما تمسكيش في اللي راح، انا عايزه اديكي احلى، بس أنا ساعتها ما كنتش فاهمة. وللأسف وإحنا أطفال بنتألم أكتر من الكبار، بس مش بنبقى عارفين نعبر إزاي، واللي حوالينا أحياناً بيفتكروا هم ملهمش ذنب، بس أحياناً بيفتكروا إن الطفل سهل ينسى، سهل يعني هيعدي. فده كان صعب بالنسبة لي لأنه حياتي كلها اتقلبت، وقعدت أسأل هو فين؟ قالوا لي هو راح السما. طب هما بيروحوا السما إزاي؟ بيروحوا السما لما بيموتوا. طيب خلاص أوكي، أنا عايزة أروح الطريق ده، فبدأت أحاول أنتحر، أموت نفسي، عايزة أرمي نفسي من البلكونة، عايزة أخلص من حياتي بس علشان أنا عايزة أروح لبابا، لأني كنتش قادرة أتخيل الحياة من غيره. فطبعا حياتي كلها اتقلبت قوي، بقت كلها ألم، بقت كلها أنا مش عايزة ولا أتعلم ولا عايزة أي حد ولا عايزة أي حاجة في الدنيا، بس أنا عايزة بابا ده، أنا عايزة أبويا ده، هو ده الوحيد اللي أنا بحبه، فأنا عايزاه، أنا مش قادرة أكمل الحياة دي من غيره. طبعا المدرسة رفضتني لأني ما دخلتش الامتحانات، فبقيت في البيت، بقيت صعبة جدا 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 لأني مش عارفة أعبر عن ألمي، وعيلتي يعني فعلا اديتهم وقت صعب جدا جدا لأني كنت غير مفهومة. فبدأت من كتر اكتئابي أقص شعري، ألبس لبس غريب، ألبس أسود بس، بقيت مش عايزة أتكلم مع حد، بعور أي حد بيجي جنبي، اللي هو خلاص من كتر الألم أنا كمان ما بقيتش حاسة بأي حاجة. فقعدت في وقت كتير قوي في البيت تعبانة جدا جدا جدا، وبدأت أحس إنه خلاص أنا يعني هو ربنا مش موجود. فرغم إن أنا كنت صغيرة بس قلت له أنت مش موجود، فأنت مش، الله مش غير موجود، أنت لا يوجد ليك أي وجود في حياتي ولا في الكون، بس أوعدك لو اكتشفت في يوم من الأيام إنك موجود أنا لازم أوجعك بنفس الوجع اللي أنا موجوعة بيه، فأنا هعمل كل حاجة في الدنيا توجعك علشان أوريك قد إيه أنت وجعتني لو أصلاً فرض إنك أنت موجود. فبدأت حياتي كده، ولدرجة أن أنا بدأت أحس أن أنا عايزة باور من كتر ما أنا مش عارفة أعمل إيه. فبدأت يعني أعبد الشيطان وأكلمه وأشوف نار طالعة من حتت، وحياتي كانت صعبة لدرجة كمان أهلي تعبوا جدا مني، وللأسف الكنيسة كمان رفضتني الوقت ده لأني كنت غريبة جدا وشكلي غريب وكل حاجة غريبة فيا. فأنا حسيت طيب أنا مفيش حد عايزني في الدنيا، طيب أنت ليه مش عايزني بقى أروح لبابا بدل ما مفيش حد عايزني في الدنيا. بس تعرفي قصتي ما كانتش خلصت، في وسط الألم ده بنفتكر إن هي دي خلاص كده يعني. بس بعد كده أهلي من كتر ما تعبوا قالوا طيب إحنا نوديها القسيس يطلع الشيطان من عليها. كتر خيرهم، هما حاولوا يعملوا كل حاجة عشان يساعدوني فعلا للأمانة يعني. بعد كده أخدوني عند قسيس في المنيا، وأنا بقى رايحة شكلي غريب جدا وفي المنيا وزمان، فكان شكلي غريب قوي. فهم قالوا إيه، هو إحنا مش هنقول له حاجة، بس هو أكيد أول لما يشوفها هيقول إيه يعني، خلاص هيعرف إن هي دي ملبوسة عندها أشياء غريبة يعني أكيد. فأنا قعدت ورا، وطبعا بعد خناقات كبيرة إن أنا أروح يعني، وهو قالوا له إحنا جايين لك من اسكندرية وعايزينك تصلي لنا للعيلة يعني. تمام، وأنا قعدت بقى اللي هو عايزين ننجز بقى نخلص من الوقت ده، مش طايقة الوقت تماما. وفوجئت بعد ما خلص فتح عينيه وقال لي أنتي اسمك إيه؟ قلت طبعا باينة، أنا باينة طبعا. فهيقول لي إيه، أنتي بئس المصير وجهنم ولازم تتوبي وإيه ده وكل كلام. فراحة بقى اللي هو طيب يعني قول الكلمتين اللي أنت عايز تقولهم وانجزني يعني. لكن اللي حصل معايا العكس تماما. القسيس ده حط إيده عليا وقال لي أنتي اسمك إيه؟ قلت له أنا اسمي بسمة.
راح بصلي كده قال لي بسمة انت إناء مختار. نعم بسمة، انت رب بيحبك قوي، انت مميزة عنده، رب هياخدك في حتت انت لا تتخيليها، هيستخدمك في حتت لا تتخيليها تشهدي عنه وتحكي قصتك، انت مختارة. طبعا عيلتي كانت مستغربة جدا، كانوا متوقعين العكس، لو ايه اللي انت بتقوله ده، وانا حاسه لو حضرتك مش شايفني ولا عارفه زي ما المسيح لو هي خاطيه هما مش شايفينها ولا ايه. وانا ما قدرتش انسى الكلام اللي القسيس قال. هو بيقول ايه؟ هو بيقول ايه لمين؟ انت شايفه الكلام ده ازاي اصلا؟ انا ما كنتش مصدقاه. انا رحت لمامتي ساعتها قلت لها انا قلت لك كل المؤمنين دول كذابين بيقولوا اي حاجه، يعني هو حتى مش شايف شكلي غريب، فعلا شكلي كان غريب. لكن الحقيقه انا اتصدمت لاني كنت متوقعه مقابله مختلف. بعد كده اهلي اخدوني في مدرسه تانية لانهم كانت مدرستي رفضتني، وكانت مدرسه صعبه جدا جدا جدا، ورحت بعد شهرين، فانا غريبه جدا والمكان غريب، فكان الالم كبير قوي، كان الالم جسدي ونفسي، وما كنتش فاهمه ليه، يعني ليه كل ده؟ يعني انا اصلا عايزه اخلص من الحياه دي ومن حياتي، ما فيهاش اي رجاء ولا فيها اي حاجه حلوه، يعني خلاص سيبني، يعني انا عايزه امشي. فطبعا اضطريت من كتر ما كله الم الم الم، وفي نفس الوقت ما حدش عايزني وما حدش بيحبني وما حدش موجود والناس كلها رفضوني، حسيت خلاص انا بجد لازم اكون وحشه، انا عايزه ابقى وحشه، يعني لو كل الناس شايفاني وحشه خلاص خلوني. فحاولت ادور على اوحش مجموعه من البشر في المدرسه، وده اسهل شيء، وده من اليأس. تعرفي اليأس هو الإحباط والوحدة والألم اللي بيعدي بيه الشخص لوحده من غير ما اللي حواليك يحسوا أو يفهموا. وبعد ما ارتبطت بالمجموعة دي كانت في بنت صاحبتي، يعني هي كانت غريبة معايا شوية، يعني هي كانت جارتي لكن هي أعتقد ما كانتش بتحبني يمكن، بس anyway ساعتها حصل لي موقف صعب جدا جدا بسببها، لدرجة إن أنا وصلت ما بين الحياة والموت. وهنا كل قصتي اتنقلت، لأني أنا وحشة، مرفوضة، بكره ربنا، بقول إنه مش موجود، وفجأة مرة واحدة أنا بصارع ما بين يا ينقذني يا لأ. معلش تاني، انت مع صاحبتك اللي مش بتحبك أو اللي تعتقدي إنها مش بتحبك، اللي هي من الفئة اللي انت اخترتيها تنتمي ليها بسبب يأسك وإحباطك والألم اللي محدش فهمه أو احتواه أو سمعه، واللي انت معرفتيش تعبري عنه، وغضبك من ربنا، خلينا نقولها كده، روحتي لصاحبتك دي، صاحبتك دي حطتك في موقف، الموقف ده أيا كان إيه هو، موقف صعب جدا، صعب جدا جدا جدا، بس أكتر شيء أقدر أشبهه بيه إن هو يا حياة يا موت، موقف حياة أو موت. كان النهاردة ممكن يكون بسمة مش موجود خالص، اللي هو اللي انت كنتي طالباه برضو من كتر ألمك، ويمكن ما يكونش طلبك الحقيقي. صح، بس لما جه خفت، يعني أنا كنت بحاول أدور عليه، بس لما جه كنت أول مرة أحس بالخوف، من بعد ما بابايا توفى كنت أول مرة أحس بالخوف، وساعتها صرخت من قلبي قلت له هو أنت حي وموجود؟ يعني لو أنت حي وموجود انقذني، لو أنت بتحبني زي ما كان بابايا بيقول لي دايما إن يسوع بيحبك، وريني ده. استنجدت بيه وريني إن أنت موجود. يس. الغريب تاني إنه بيفاجئني للمرة التانية إنه أنقذني. أنا كنت بجري في الشارع مش مصدقة، وعمالة أقول له إيه ده أنت حي وموجود؟ طيب أنت ليه بدل ما تعاقبني أنقذتني؟ يعني كلنا اتولدنا كمسيحيين نقول المسيح خلصنا صح؟ بس عمرنا ما دقناها يعني إيه خلص حد لا يستحق. أنت كنتي في تراب ما بين الحياة والموت، وحصل أنت مش عارفة إزاي خرجتي. هي كانت معجزة غريبة جدا جدا، يعني بالعقل لا تعقل، لكن هو كان عايز يوريني بقوة أنا هنا. كنت خارجة عاملة إزاي وأنت خارجة؟ أنا كنت بس بجري في الشارع، كل جسمي بيترعش وببكي، بس من كتر ما أنا مش مصدقة إنه أنقذني بدل ما يعاقبني. كان أسهل حاجة يقول لي إيه، أو ده اللي إحنا دايما بنتوقعه، إني وحش يبقى استحق إن ربنا يقول لي إيه، أنت تستحق ده، أنت تستاهل ده، أنت لازم بقى تاخد ده. فإزاي أنت في الموقف عندك صراع هنا، إن أنت بتستنجدي بيه بس متوقعة عقاب اللي أنت فيه جدا، أنا استاهله لكن أنا محتاج لك. يس، ما كنتش مصدقة إنه يسمعني وسمعني طبعا، أنا وخرجني. أنا واحدة أنكرت، واحدة قلت إن أنت مش موجود، عشت كل حياتي أنت مش موجود، وبعمل كل حاجة تضايقك، ليه أنت تعمل معايا ده؟ فساعتها صرخت من جوايا قلت له أنت حي وموجود بجد؟ طب بجد أنت أنقذتني ليه؟
والأول مرة في حياتي أسمع صوت جوايا يقولي لأني بحبك يا بسمة. أنا الكلمة دي قلبتني. بتحبني؟ يعني إيه بتحبني؟ لا يعني إيه معلش؟ يعني إيه الناس اللي زيي اللي هم يعني عادي خطاة يعني بشر طبيعيين ما حبونيش، وإنت الإله القدوس تحبني؟ تحب واحدة زيي؟ يعني إيه؟ بس أنا روحت البيت، مامتي كانت قلقانة عليا جدا. أنا روحت لقيت مامتي نايمة واستغربت جدا السلام، لأن كنت فاكرة إنه مامتي هي اللي ورا كل المشهد اللي أنقذتني، بس اكتشفت مش إن هي هي مش هي اللي أنقذتني، وهي تعرفش أي حاجة عن الموضوع. وده جنني يعني. طيب هو ازاي ده حصل؟ ازاي ده حصل؟ وأنا ما كنتش أقدر أتكلم أو أحكي. بس دخلت الأوضة، كان عندنا صورة للمسيح، رحت أخدت الصورة دي نزلتها، قلت له طيب الظاهر ان انت موجود. انت موجود، انت خلاص هنا، انت هنا عكس كل توقعاتي، وانت بتقول انك بتحبني. طب معلش، انت لازم تكلمني دلوقتي. انت اخدت بابايا ليه الوجع. ليه تعديني في كل ده؟ بدل انت موجود وبدل انت بتحبني، ليه الألم؟ وفي لحظة أنا سمعت صوت حد بيكلمني زي ما أنا بكلمك دلوقتي. أنا مش قادرة أفهم أو أوصف الحالة، بس أنا في حد بيكلمني، أنا سامعة، وقال لي أنا أبوكي الحقيقي يا بسمة. أبويا الحقيقي؟ قال لي عارفة أبوكي ده كده هيموت، كده كان هيمشي ويسيبك بعد سنة 10 20 100، لكن أنا أبوكي الحقيقي، أبوكي الأبدي، أبوكي اللي عمري ما هموت ولا همشي ولا أسيبك. أنا الحقيقة الوحيدة اللي في حياتك، أنا العلاقة الثابتة اللي في حياتك اللي لا يمكن تمشي وتسيبك، لا يمكن أتركك، لا يمكن. قال لي أنا اللي قلت للتلاميذ لما تيجوا تصلوا قولوا يا أبانا الذي، يا بابا يا اللي في السماء. أنا بس نفسي أقول لك كل يوم أنا بابا، أنا سندك، أنا اللي هنا، أنا أبوكي الحقيقي. من قبل ما تتولدي أنا أبوكي، وحتى لما تكوني في السماء أنا أبا أبديا، يعني للأبد لا يمكن أتركك. أنا طبعا عقلي ما كانش مستوعب. بعد كده قال لي عارفة يا بسمة، تخيلي قصة يوسف. لما أنا رحت ليوسف قلت له يوسف أنا عندي خطة عظيمة بص رهيبة. أنا مش راضي إن أنت بس تكون عبد عند إخواتك كده ولابس القميص الملون والكلام ده مش ده بتاعي. بص يا يوسف، عارف قد إيه بتحب أهلك، بس أنا هضطر أخدهم منك وابعدك عنهم، وتتحط في السجن، وتتحط تتباع، وتروح أرض غريبة، وتخش السجن وتتنسي. بس ما تنساش يعني، ما تقلقش القصة ما خلصتش هنا، هخليك تاني ملك على أرض مصر. كان هيرد عليا ويقول لي إيه؟ بص شكرا جدا، يعني خطة رائعة قوي، بس أنا مش عايزها، يعني خليها لك، أنا مبسوطة أكون عبد عند أخواتي. بس قال لي عارفة يا بسمة، أنا طول سكة حياة الألم بتاعت يوسف أنا مرضتش أقول له ليه الألم أو ليه اللي بيحصل ده بيحصل. بس تعرفي لما هو قابل إخواته بص لهم وقال لهم أنتم قصدتوا بيه شر، لكن الرب قصد ليه خير. تعرفي إنه ما لمنيش وعرف يفصل، وقال لي أنت قصدت بيه خير، وقال لي اديني حياتك وأنا هوريك، هتبصي على اللي فات ده كله بكل الألم اللي أنت مش فاهمة ليه، وهتقولي لي أنت قصدت بيه خير. أنا هوريك الخير، أنا هعمل بيكي حاجة ومنك حاجة كل اللي يشوفها يقول واو إزاي كده. هتقول له أنا ولا حد بيحبني، ولا شخصية عصبية جدا جدا، شخصية فقد الأمل، يائسة، محبطة، مكتئبة، يعني غريبة الأطوار، يعني مفيش أي حاجة فيا ينفع تقول الصورة الكبيرة الحلوة اللي أنت بتقولها. قال لي أنا كمان، قالوا أيخرج شيء صرح من ناصرة؟ يسوع خرج من ناصرة. تتحدي معايا ده تصدقيني؟ قلت له ماشي. وقال لي أنا أبوكي. قلت له طيب خلاص وعدني وعرفني يعني إيه أنت أبويا. أنا عندي أب، أنا عايزة أفهم يعني إيه أنت أبويا، وأنا هديك حياتي. وأنا حياتي من هنا اتنقلت، طبعا قطعت كل علاقاتي. هنا التورنينج بوينت، هنا اللقاء اللي حصل بينك وبينه بعد ما أنقذك وأعلن لك إن في خطة لحياتك، وإنه لو كنت قلتلك من الأول ما كنتيش هتقبلي، بس في سكة لينا مع بعض. في وقت حتى وإحنا بنمر بالألم هو في مخرج. فتعلمت وأنا ماشية ما يأس وما فقدش الأمل، لأنه في ألم، لكن هو دايما هو في قصتي، هو في حكايتي، هو اللي بيعرف يعملها. ممكن دلوقتي أقول استحالة، يعني أنا لما ببص على حياتي وأقول استحالة، لا يمكن. أنا فاكرة بعد الوقت ده أهلي جم قالوا لي يعني إحنا متباركين بصلاتك، إحنا فخورين بيكي.
لقيت الكنيسه ده بتقولي، فرق كبير جدا. وانا مش عارفه ده حصل امتى ولا ازاي، لقيت الكنيسه تعالي علمي الشباب الصغير عشان عندنا جيل بيفقد. انا رب قال لي فاكره انا اللي وعدتك، انا اللي اعرف اطلع من اوحش حاجه احلى حاجه. انت في اللقاء ده سبتي البالونه الزرقاء سبت البالونه الزرقاء وخدتي حاجه جديده. اخدت احلى حاجه رغم الالم، لكن هو وراني يعني ايه ان انا هديكي احسن منها. هو كان بيديني نفسه، كان بيعرفني على اب جديد اعتقد احنا كلنا محرومين من معرفته. ايوه. لكن انا كل يوم من ساعه لو قد كنت 16 سنه انا مستمتعه يعني ايه هو ابويا. احيانا بشوفه، احيانا ما بقاش قادر اشوفه، احيانا ببقى قادره احسه، احيانا مش قادره احس بولا حاجه، بس انا مصدقه طول الوقت ماشيه معايا في السكه، لانه اللي خدني الرحله دي كلها وانقذني من الموت للحياه، من الاكتئاب واليأس وفقدان الامل، من كل حاجه، من شخصيه مش محبوبه ومكروهه للعكس تماما. تعرفي يا مريان، انا ساعتها افتكرت كلام القسيس اللي قابلته. تفتكري لما حكيت لك القسيس ده انت عندك دعوه، قال لي انت مدعوة. مميزه، انت مميزه، انت مختاره، انت رب هياخدك. انا ساعتها فهمت، والرب ساعتها قال لي انت تعرفي انا ليه خليت القسيس ده يقول كده وسط حالتك الغريبه جدا؟ عشان عايزه اقول لك ان دي الحاله اللي انا دايما بشوفك بيها. مش مشكله انت فين دلوقتي، مش مشكله قد ايه انت بعيده، مش مشكله قد ايه الناس بتبص عليكي وتقول انت وحشه، انت خاطيه، انت ضايعه، انت ضايع. مش مشكله، انا مش بشوف الوضع دلوقتي، انا شايفك طول الوقت زي ما خلقتك، مختاره، المميزه، اللي بحبها جدا، اللي عندي دعوه لحياتها. هو امين بقى يوريني ده. انا عايزه احط خط تحت الجمله دي. في آية كده بحبها قوي قوي وكتير قعدت قدامها، يعني انا فارق معايا قوي اللي انتي بتشاركيها، بس شكرا ليكي ان انتي بتشاركينا كلنا، المشاركه دي بجد فارق. الآية دي بتقول يرون قدام الله. كتير بسأل ربنا يعني ايه يرون قدام الله. قال لي الجمله اللي انتي بتقوليها بالظبط، انه الناس بتحط لبعض او لنفسها صور، تصور صورة بقى وهي واخدة التروفي والمش عارف ايه، وصورة وهي ناجحة، وصورة وهي واقعة، وصورة وهي محبطة، وتبص على الصور ايه ده، بص انا وحشة، بص انا حلوة، وتتغير بحسب الصورة، ويحكموا على بعض بحسب تغيير الصور اللي هي مراحل في الحياة. بس انا مش كده، انا بلقط لك صورة واحدة، هي الصورة بتاعتك انتي من جوه، والصورة دي انا طول الوقت شايفك فيها ما بتتهزش. انتي على نفس الشكل يا بسمة من يوم ما اتولدتي لغاية آخر يوم في حياتك، ما اتغيرتش بسبب لبستي اسود، قصيتي شعرك، رحتي في اضعف حته واصعب وقت، ولا خدتي كلمه انا مدعوه، ولا رحتي لحادث اليم ومصيده، ولا لما بقيتي بتخدمي وليكي دور وبتساعدي الولاد. كل ده انا ما شفتوش، انا شايفك طول الوقت بسمة. وهو قال لي اندهي، يعني ما تبصيش على الناس من الحته البعيده حتى لو هم كان مفقود الامل فيهم، لكن نادي انا شايفهم ازاي، نادي على الرجاء والامل ده. وعارفه ساعتها ربنا كمان قال لي نادي على الصوره اللي انا شايفهم بيها، نادي على الناس بصورتهم في قلبي. لان انا ما نسيتش، انا قعدت كل الوقت ده مش قادره انسى اللي كان بيقوله القسيس، ولا قادره انسى كمان مامتي كل يوم الساعه 5 الصبح تصحى بصوت عالي جدا في البيت تقول له انت وعدتني انه بسمة هترجع لك. انا كنت ببكي، بس ده فرق معايا جدا، رغم ان انا كنت بطلع انا مش عايزه اسمع عن ربنا، لكن ده كان بيعمل حاجه جوه قلبي مختلفه، بيعمل حاجه. وربنا وعدني قال لي بسمة انا هاخدك تلفي العالم كله تحكي قصتي في حياتك. وقد كان انا لحد النهارده رحت 23 دوله. بس ما انا ما عرفتش جزء فيك، انت مش متزوجه، انت سنجل. لا انا مش متجوزه. قد كان انك اتحركتي 23 دوله تحكي قصتك. يس، وكمان كان بصعوبه، لانه في البدايه انا سمعت ربنا وصدقته ببساطه الاطفال لانه ابويا، وكل يوم بتعلم يعني ايه هو ابويا. بحس انه احنا غلابه قوي لو مش بندرك ان انا عندي اب جميل زي ده بالبساطه جدا جدا جدا. قلت له طيب تمام. اهلي ساعتها قالوا استحاله تسافري، يعني فيش بنات تسافر لوحدها، انت مش متجوزه. وانا كنت صغيره يعني اول لما خلصت جامعه، فلا انت ما ينفعش تروحي، ما ينفعش تسافري، والبنات اللي بيسافروا دول ما حدش بيرتبط بيهم، وما حدش بيبقى فاهم هم عملوا ايه بره. يا جماعه انا رايحه ارساليه، احنا فاهمين بس الناس مش فاهمه. لحد ما في يوم بعد ما فقدت الامل، بس قلت يا رب بص انت ابويا،
تمام، لو انت اللي عايزني اروح اعمل انت حاجه، خلاص انت مش عايزني اروح، تمام انا معاك في اي حته. ساعتها ربنا صحى مامتي في نص الليل وقالها اوعي توقفي خطتي لحياتها، خليها تروح يا الا هاخدها منك. مامتي صحيت مفزوعه وجريت قالت لي بسمه انت عايزه تسافري؟ فانا لو احنا بقالنا كتير قوي بنتخانق في الموضوع. قالت لي روحي. قصة كده وانتي بتحكيها كنت حاسة ان انا سامعة قصة شعب مصر من الخروج من ارض مصر، اللي هو فجأة انا هخرجكم بكل الاواني وكل الاوعية، وهتعملوا وهتنفذوا اللي ربنا بيقول لكم عليه. وانا حسيت ده قوي في قصتك وخرجت لانه طبعا مامتي اطلقتني، وقفت في ظهري جدا جدا ودعمتني بالصلاه، وعيلتي كلها، رغم ان في البدايه يمكن الكنيسه او المجتمع كانوا حاسس انه ليه اخدمي هنا، بس كان ربنا عنده دعوه تانية لحياتي. يعني زي ما القسيس قال لي انت مدعوه، انا عندي دعوه. انا فعلا ينفع اخدم وانا بخدم في كل حته، لكن انا عندي دعوه، انا عايزه امشي ورا ابويا اللي انا اصلا جيت هنا الارض عشانه، وبرضه همشي وهروح معاه. انت بسمة دلوقتي شايفه نفسك هنا ازاي من امبارح؟ انا لما بحكي حتى القصه ولحد النهارده اهلي كتير قوي لما بيشوفوني يقولوا لي احنا اختبرنا معجزه، احنا شفناكي قبل وبعد ومش فاهمين ازاي رب عمل كده. يعني انا مش بصدق لما بحكي، احيانا كتير بقعد اقول ايه ده، بس بحس انه هو ده ابويا السماوي، هو ده الهي، هو ده اللي غير كل قصتي من كل حاجه صعبه. وما كانش ينفع تكون حاجه غير كده. لا، وحتى لما هو اطلقني انا كنت شخصيه بخاف اصلا جدا، وشخصيه ما بعرفش اتكلم اصلا، وكانت حالتي صعبه جدا جدا، وكنت خايفه جدا من الخروج. يعني ما كنتش اللي هو يلا بينا انا متشجعه، انا كنت اللي هو بس هو خدني وغير فيا جدا، وكمان وراني يعني ايه وانا في الغربه هو بقى بجد اللي ابويا وامي واخويا وحبيبي وصاحبي وكل ما ليا. يعني لان انا في قارات كتير ببقى مش عارفه ماليش حد، بس هو كان طول الوقت موجود بيعمل حاجات فوق عقلي طول الوقت، وانا بصدق ان الله ينفع يعمل كده معانا لو احنا مصدقينه ببساطه، ومستمتعه ومتحمسه مش بس على اللي فات لكن كمان اللي جاي. ممتنه على اللي فات جدا 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 جدا، لاني قادره اشوف الصوره الجميله، لكن كمان اداني طمأنينة وانا ببص لورا كل مرة بيأس وبتعب بتفرج على اللي هو السكة اللي مشاني فيها، وان هو موجود، هو لسه عنده قصة لسه ما خلصتش لحد ما قابله، وغالبا مش تخلص في السماء. واو يا بسمة، أنا بس نفسي إنك أنتي تكوني بتشاركينا أكتر في الدايرة بتاعة ألم الفقد اللي جوزتي فيها. نفسك تقولي حاجة عن الحتة دي، عن ألم الفقد اللي جوزتي فيه. أنا كنت فاكرة إنه خلاص بعد ما أعرف رب كمان خلاص أنا هتشفي، بس أنا اكتشفت في رحلتي إنه الألم جزء من حياتي، مش بس كده لكن كل يوم هو بيشفيني منه لحد ما قبله. يعني ما فيش يوم أنا هنام وأصحى يبقى خلاص، لكن ما أقدرش أقول إنه كانت قصة صعبة بالنسبة لي أو كان وجع مؤلم جدا جدا، إنه فجأة مرة واحدة من بيت دافي صغير جدا اللي بتفقدي كل حاجة في لحظة. فده كان أصعب بالنسبة لي، وأصعب بالنسبة لي كمان إنك تحسي إنك أنتي مش بس متألمة لكن أنتي كمان مرفوضة. يعني عايزة أقول إنه الفقد صعب، وجع الألم صعب، ولما تقرري إن أنتي تقفي في وسط مش بس ألم الفقدان لكن كمان لما تتظلمي. يعني أحيان كتير مش عارفين ليه الألم، ليه الظلم، ليه الوجع، ليه كل الحاجات، ليه 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 فتحس إنك خلاص أنا مش عايزة الحياة دي تاني، لكن بيجي هو يغير كل المشهد. يجي هو يقول أنا أبوكي، لأ تعالي مش هي ده، أنا هخلي أصعب ألم في حياتك هو اختبارك، هو قوتك، هو الحاجة اللي انت تعرفي تقفي عليها وتشهدي عنها. معرفش ده ازاي حصل، انا خدني كتير جدا علشان اقدر اصلا احكي ده، لكن انا بحكي لان هو شافيني ولسه مازال بيشفيني، ولان هو غير قصتي كلها لقصه جميله قوي. وللامانه انا متحمسه للي جايه قوي مهما كان طويل او قصير. مادام ابويا معايا، ابويا ولا هيموت ولا هيمشي ولا هيسيبني ولا هيتركني، انا في امان، انا مطمنه جدا حتى وانا فين او بعمل ايه. متحمسه لاني حاسه ان انا عايشه ادفنتشر معاه، فيها الم وهتفضل فيها الم لحد ما اقابله، بس انا تصالحت مع المي.
فارق معايا قوي قوي كلامك يا بسمة، وشكرا ليكي للخبرة والرحلة اللي مسكتي ايدينا فيها ومشينا معاكي السكة. في آخر الوقت أنا نفسي تقولي كام رسالة كده من الكتير للناس عن اللي جوه قلبك. فرغي قلبك قدام الناس وقولي لهم انتي شايفة ايه. يعني ما تفقدش الأمل أبدا، تفقديش الأمل أبدا أبدا، مهما كانت حالتك عاملة ازاي هو شايفك وهو موجود. امسكي فيه، امسكي فيه، صدقي فيه، حتى لو انتي مش حاسة مش شايفة مش أي حاجة، بس امسكي فيه، امسكي في حقه، امسكي في كلمته. بجد بجد هو هنا، بجد هو قريب، بجد هو بيعرف يغير كل المشهد جدا جدا جدا. هو كمان بيعرف يخليكي تتصالحي مع نفسك وتشوفي نفسك هو شايفك ازاي. انا كنت بعد ما بكره نفسي انا بحبني لاني عارفه اشوف من خلال عينيه. مهما كان الوضع الالم جزء من حياتنا. احيانا كتير احنا بنمسك في البالونه، لكن في حاجات بره تحكمنا انا محتاجه اسيبها وما امسكش فيها، امسك فيه هو بس، لان هو الحاجه الوحيده اللي ثابته. وحقيقي حقيقي ما تتشغليش باللي بره ايدك اللي تقدري تتحكمي فيه، لكن استمتعي بجد، استمتعي بيه. هو قولي له انا عايزه اعرف يعني ايه انت ابويا، انا عايزه يكون عندي علاقه مختلفه معاك. هو بيجي ببساطه جدا جدا، هو موجود. انا اقدر اشهد طول الوقت ان هو موجود. لو ببص على اللي فات لا يمكن اتخيل النهارده. وعارفه لو انا بصيت لو حسيت ربنا قرر ياخدني تاني ويقول لي زي يوسف لما حكيت شفتي القصه كلها تحبي ترجعي تاني، تعرفي رغم كل الالم والفقد والوجع هقول دي كانت احلى حاجه. انا دلوقتي قادره زي يوسف اقول له انت قصدت بيه خير، مش بس دلوقتي لكن مطمني من اللي جاي، ان كانت حياتي قصيرة ولا حياتي طويلة ولا ايه بالظبط، لكن انا عارفة ان هو في قصتي، بل بالعكس هو قصتي. وحاجة تانية عايزة اقولها لكل اب وام للأمانة، انا ابويا عايش معايا، انا كان عندي 5 سنين لو هو مشي، بس هو أثر في حياتي لحد النهاردة رغم انه ما يعرفش. مشي بدري قوي صح، بس هو كان يسوع ليا، قدر يكون يسوع. مامتي نفس الحاجة، أكرمها قدام كل الناس، هي كانت بتعرف تحبني جدا رغم كل حالتي الصعبة، كانت متمسكة بربنا وبإيمان جدا جدا جدا، ما فقدتش الأمل فيا، فخلتني أنا لا أفقد الأمل مهما كان الألم، مهما كان الصعوبات. أنا I will fight لأنه أنا هفضل أحارب، لأنه عندي أب يقدر على كل حاجة. فأنا دايما بروح له وبقول له بص أنا معاك، أنا ولا أعرف أعملها ولا أقدر أعملها، لكن أنا مصدقة فيك. أنا مش فاهمة، أنا ما زلت حاجات كتيرة قوي عندي في حياتي لحد النهاردة علامة استفهام، صح مش فاهمة، لكن مصدقة. أنا مختارة كل يوم أصدق في أبويا ده، أنا شفته، أنا اختبرته، أنا لمسته. ونفس الأب ده ونفس الإله ده هو لكل حاجة. ممكن قصتي مختلفة بس هو مش مختلف، هو. فأنا ما أعرفش كل واحد فين دلوقتي في حياته، لكن أقدر أقول هو في قصتك، هو قريب قوي. لكل واحد قصة وهو في قصتك. أيوه. You are a fighter. وشكرا ليكي قوي يا بسمة، أنا بجد استمتعت قوي بكل حاجة بتشاركينا بيها. أنا كمان شكرا.